القجع طالع في الطوندونس الجزائري. فيما حليتي شي فيديو دابا ولا شي بلاطو جزائري شنو كتسمع؟ القجع 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 كاين القجع. علاش هادشي هذا؟ قال لك حيت كاينه الكولاسه والغرف المظلمه والملفات الثقيله، كلشي هادشي هذا دايروا القجع. والقجع دابا ولا قال لك كيدير لهم هادشي فاس، ما بقاش كيخبي ويدير داكشي تحت الدف، لا ولا كيديروا لهم فاس. احنا نشوفوا شنو واقع ونهضروا على المولود الجديد اللي غادي يجي للجيش المغربي، وهي مروحيه الاباتشي، اقوى مروحيه في العالم وكتصايب خصيصا للمغرب. اذا بقى معنا بارطاجي وما تنساش الا عندك شي حاجه خليها لينا في التعليقات. نبداو بالقجع. القجع اللي داير واحد الضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي، في الاعلام الجزائري، بلاطوات الرياضيه، فيما حليتي كتسمع القجع. شنو واقع سيدي؟ قال لك القجع دار لهم الكولاسه. شنو دار لهم القجع عاوتاني؟ قال لك دا لينا كاس تنظيم كاس افريقيا 2025، دا كاس العالم، دا لينا سيدي كلشي، وباغي يدي الكره. قال لك حتى المحرز. علاش سيدي ما يعطوهاش المحرز وباغي يعطيها البونو؟ ها انتم اسمعوا. لقجع فوزي لقجع يمارس لعبة قذرة لضرب محرز والمنتخب الجزائري. لم يعد الأمر سرا، الفساد أصبح ينطق باسمه كل يوم. تعرفون أنه كان هنالك نوع درجة خفيفة من الحياء، هذا الحياء ذهب بتاتا مع فوزي لقجع الذي يسيطر على الكاف. رياض محرز قالها صراحة أمس، البعض لامه على هذه الدبلوماسية التي غابت عنه، ولكن البعض شجعه وقال يجب أن نقولها صراحة في عيون المفسدين: أنت فاسد لأنك تريد أن تسرق الكرة الذهبية مني رغم أني أنا الذي أستحقها. طبعا رياض محرز الذي يقول أنه يستحق هذه الكرة الذهبية. محرز مالك مخلوع صاحبي، مالك مخلوع من بونو ولا من القجاع ولا شنو هادشي هذا؟ واش بصح هادشي اللي واقع؟ محرز خرج في تعليق وقال لهم بأنه كيستحق الكرة أكثر من هذا بونو. هذا بونو ما دار حتى شي حاجة، انا اللي درت وانا اللي درت الافريقيا وانا اللي درت وانا اللي ما خليت ما درت وما يعطونيش الكره. اذا القجع باغي يدير باك صاحبي ويعطيها البونو. والاعلام الجزائري راه ما كيسكتش، فيما حليتي كتلقى شي واحد كيهضر عاوتاني على القجع. انا نعطيكم عاوتاني فيديو واحد اخر. شوف، دائما حنا نهضروا على المؤامرات، اليوم كما قلنا مؤامره مباشره، لانه اليوم تحس انه في حاجه تطبخ لابعاد رياض محرز من الجزائر. خلاص حنا خلصنا كما قالوا الاخوه، دوكا راح يزيدوا له اسمه رياض محرز. انا نشوف الا ما مدوش الكره الذهبيه رياض محرز اليوم تحس باللي المخطط ضد الجزائر مازال متواصلا. هذا من جهه ثانيه انه الاتحاد الافريقي دابا ما غاديش يسكتوا. دابا سير امتثال هذا الفيلم هذا عاوتاني ديال الكولاسه والغرف المظلمه وحكا. حنا راه عندنا بنيه تحتيه وحنا راه عندنا ناس كيخدموا، ولكن اللي ما عطاش الجزائر التنظيم ديال كاس افريقيا 2025 واللي ما عطاهاش بزاف ديال التظاهرات هو القجع. اما حنا كنخدموا البلاد ديالنا، حنا كنبنيو، حنا كنقادو، حنا المسؤولين ديالنا قويين ماشي ضعاف. اي حاجه فيها شي مشكل كيعلقوها في القجع ولا في المروك. اجي نشوفوا دابا واحد المروحيه اقوى مروحيه في العالم، مروحيه الاباتشي، وزيد عليها الحارس. هذا هي اخر فيرسيون ديالها واللي كتصايب خصيصا للمغرب. عندنا شركه بوينغ انها بدات كتصايب ديك الدفعه اللي خصيصا مصايبه للمغرب فقط، باخر التكنولوجيا، اخر فيرسيون في مروحيه الاباتشي، وغادي تسلمها الجيش المغربي في 2024. يعني 2024 غادي يبدا واحد العالم جديد. خلينا من الدرونات، غادي يجيو المروحيات اباتشي الحارس. اذا ما تنساوش البارطاج. الا عندكم شي حاجه خليوها لينا في لي كومونتير، ونتلاقاو في فيديو جديد. تهلاو.